هاي. النهارده هكلمكم على السكار واكس او العجينه اللي بيتعمل بيها الجروح. هي اصلا بتتباع جاهزه كتير بماركات كتير جدا، بس انا لغايه دلوقتي بعملها في البيت. اول حاجه حبيت ان انا اجرب معاكم طريقه شفتها، وهي بدل الدقيق العادي دقيق ذره. هي بتتعمل بحاجتين بس، دقيق وفازلين. انا حاولت اجرب الطريقه اللي انا شفتها، وجبت فازلين ودقيق ذره، وحطيت معلقتين من دقيق الذره ومعلقه من الفازلين، ودمجتها من غير ما اكمل. ما عجبنيش الملمس لان حسيت فيها حبيبات بتخلي العجينه مش ناعمه، واحنا اصلا عايزين نوصل لحاجه تبقى شبه الجلد. بس فرجعت اوريكم الطريقه اللي انا بعمل بيها، وكنت عامله بيها فيديو قبل كده لما كنت بوريكم ازاي بعمل الجروح. كنت بستخدم العجينه دي اللي انا عاملاها. عملتها تاني معاكم، وحطيت 3 معالق من الدقيق وعليها معلقه فازلين، وقلبتهم كويس جدا. بيتعمل بيه جروح في الايد في الوش، بتبقى عجينه ناعمه جدا. ولو حسيتوا ان العجينه مش ناعمه من الاطراف وانتوا بتفردوها على ايديكم، استخدموا فازلين علشان تبقى متساويه مع الايد. وبس كده، ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم او فاتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. باي باي.